رئيس نادي الاهلي نجح بمساعده المغربي فوزي لقجع في البقاء في مدينه طنجه حتى موعد مباراه سياتل الامريكي المقرر ليها ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 مساء. وان شاء الله التدريب هيكون في ملعب طنجه من غير بقى ما يرجعوا لمدينه تطوان اللي بتبعد حوالي 75 دقيقه بالاتوبيس. كابتن خطيب ومعاه كابتن او الاستاذ خالد مرتجي نجحوا في هذا الامر بناء على طلب من كولر تجنبا طبعا للارهاق اللاعبين. طيب انا عايز اقول لكم والله بس كده، انا بحب ريال مدريد جدا طبعا دي حاجه معروفه، لكن اما شفت مستوى ريال مدريد النهارده ان شاء الله بس النادي الاهلي اول يعدي مباراه سياتل باذن الله متفائلين خير، لكن والله بمستوى ريال مدريد الاهلي قادر على الفوز. بمستوى ريال مدريد والضغط اللي موجود على ريال مدريد والارهاق اللي موجود على ريال مدريد، وبقولها لكم اهو الاهلي قادر على الفوز على ريال مدريد. بالاجواء الجماهيريه اللي احنا شفناها امبارح في طنجه والجماهير العربيه اللي موجوده، وبشكر الجماهير المغربيه اللي مسانده للنادي الاهلي والجماهير الاهلي العظيمه اللي راحت ورا فرقتها. تاني الاهلي قادر على الفوز على ريال مدريد.